السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. مباراة تحمل أكثر من مجرد 3 نقاط وأكثر من مجرد مواجهة في كأس العالم. إنها مباراة تعيد إلى الأذهان ذكريات واحدة من أكثر اللحظات إثارة وجدلا في تاريخ كرة القدم المغربية. يوم الجمعة المقبل يواجه المنتخب المغربي منتخب اسكتلندا، والذاكرة تعود مباشرة إلى مونديال فرنسا سنة 1998، والجميع يعرف ماذا حدث عندما حقق أسود الأطلس فوزا تاريخيا على المنتخب الاسكتلندي بثلاثية نظيفة. لكن رغم ذلك غادر المنتخب الوطني المغربي البطولة بطريقة يعتبرها الكثيرون واحدة من أكبر مظالم كأس العالم. في هذا الفيديو سنعود إلى الماضي ونحلل الحاضر ونستشرق ما قد يحدث في هذه المواجهة المرتقبة. قبل أن نتحدث عن المباراة المقبلة دعونا نعود قليلا إلى سنة 1998. كان المنتخب المغربي يضم أسماء خالدة في تاريخ الكرة الوطنية، من بينهم مصطفى حجي، صلاح الدين بصير، نور الدين نيبت، عبد الجليل، هدا كاماتشو، والحارس العملاق عبد القادر البرازي، وكذلك لاعب خط الوسط طه الخليج والآخرون. في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات كان المغرب مطالبا بالفوز على اسكتلندا وانتظار تعثر النرويج أمام البرازيل. المغرب قام بما عليه وأكثر، ثلاثية نظيفة، أداء رائع وسيطرة كاملة على المباراة. صلاح الدين بصير سجل هدفين وعبد الجليل هدا كاماتشو أضاف الهدف الثالث. الجماهير المغربية بدأت تحتفل بالتأهل، لكن في المباراة الأخرى حدث ما لم يكن في الحسبان ولم يكن يتوقعه أحد. النرويج فازت على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد بعد ركلة جزاء خيالية أو مثيرة للجدل، وبذلك تأهلت النرويج وأقصي المغرب واسكتلندا رغم أنه كان أفضل منها من حيث الأداء العام. إلى اليوم لا زال الكثير من المغاربة يعتبرون تلك النسخة واحدة من أكثر النسخ ظلما للمنتخب الوطني المغربي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت مواجهة المغرب واسكتلندا تحمل طابعا خاصا خصوصا في المباراة المقبلة. لكن اليوم نحن في سنة 2026، الوضع مختلف تماما. المغرب لم يعد ذلك المنتخب الذي يشارك فقط من أجل الحضور المشرف أو من أجل المشاركة، بل أصبح منتخبا عالميا قويا يحظى باحترام الجميع بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر والوصول إلى نصف نهائي وإقصاء منتخبات عملاقة مثل إسبانيا والبرتغال. تم تأكيد قوته في السنوات الأخيرة. أما المنتخب الاسكتلندي فهو منتخب عريق وعنيد جدا، قد لا يمتلك النجوم الكبار الذي تملكهم المنتخبات الأوروبية العملاقة، لكنه منتخب منظم ويقاتل حتى آخر دقيقة ويجب الحذر منه، الحذر ثم الحذر. في المباراة الأولى من البطولة نجحت اسكتلندا في تحقيق الفوز على منتخب هايتي بهدف دون رد، وهو ما منحها 3 نقاط ثمينة قبل مواجهة المغرب. في المقابل المنتخب المغربي تعادل مع البرازيل بهدف لمثله في مباراة قوية جدا. ذلك التعادل منح الأسود ثقة كبيرة وأكد مرة أخرى أن المنتخب المغربي قادر على مقارعة كبار العالم. لكن ماذا عن الجانب التكتيكي؟ هنا تبدأ التفاصيل المهمة. اسكتلندا تعتمد غالبا على الانضباط الدفاعي والضغط البدني القوي والهجمات المرتدة. المنتخب الاسكتلندي يجيد الكرات الهوائية ويستفيد كثيرا من الكرات الثابتة، خصوصا ضربات الركنية وضربات الأخطاء، كما أن لاعبيه يتميزون بالقوة البدنية والالتزام التكتيكي. في المقابل هناك نقاط ضعف واضحة لهذا المنتخب، أبرزها البطء النسبي في التحول من الدفاع إلى الهجوم، خصوصا عندما يواجهون لاعبين سريعين، ونحن لدينا من الأسلحة ما نستطيع أن نوقف به هذه الهجمات المرتدة. وهنا يأتي دور الأسلحة المغربية. المنتخب المغربي يمتلك سرعة كبيرة في الأطراف، ويمتلك لاعبين قادرين على كسر التكتلات الدفاعية بالمراوغة والتمريرات السريعة وضرب خط الدفاع بطريقة مباشرة. كما أن خط الوسط المغربي أصبح من بين الأقوى عالميا من حيث القدرة على التحكم في نسق المباراة. إذا نجح المغرب في فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة فسيضع اسكتلندا تحت ضغط كبير، أما إذا تحولت المباراة إلى صراع بدني فقط فقد يمنح ذلك أفضلية للمنتخب الاسكتلندي. دعونا نتحدث الآن عن مفاتيح الفوز للمغرب. أولا التسجيل المبكر. أي هدف مغربي في الدقائق الأولى سيجبر اسكتلندا على الخروج من مناطقها الدفاعية، وهذا سيخلق مساحة كبيرة يمكن استغلالها لتسجيل الأهداف. ثانيا تجنب الأخطاء، الكرات الثابتة خصوصا الأخطاء القريبة من المرمى.
المنتخب الاسكتلندي يعتبر من أخطر المنتخبات في هذه الجزئية، كما هي بقية المنتخبات البريطانية مثل إنجلترا، ويلز وإيرلندا. ركنية واحدة أو خطأ قريب من المرمى قد يقلب موازين المباراة. ثالثا، استغلال المهارات الفردية في مثل هذه المباريات المغلقة. قد تكون لمسة واحدة أو لمستين أو مراوغة ناجحة كافية لصنع الفارق. رابعا، التركيز الذهني، لأن مباراة كأس العالم غالبا ما تحسمها التفاصيل والجزئيات الصغيرة. الآن دعونا نتحدث عن العامل النفسي. المغرب يدخل المباراة ويعلم أن الفوز قد يضعه في موقع ممتاز للتأهل للدور الثاني، كما أن اللاعبين يدركون حجم الآمال المعلقة عليهم. أما اسكتلندا فتدرك جيدا أن خسارة هذه المباراة قد تعقد مهمتها كثيرا، لذلك من المتوقع أن نشاهد مواجهة حذرة في البداية قبل أن ترتفع الوتيرة تدريجيا. هناك نقطة أخرى مهمة: الجماهير المغربية في كل كأس العالم تتحول مدرجات قطعة من المغرب، الأعلام الحمراء، الأهازيج الوطنية، الدعم المتواصل. وقد شاهد العالم كله في السنوات الأخيرة كيف أصبحت الجماهير المغربية واحدة من أقوى نقاط قوة المنتخب الوطني المغربي. وجود هذا الدعم قد يكون عاملا مؤثرا جدا في مباراة الجمعة. السؤال الكبير: هل تتكرر ثلاثية 1998 في مونديال فرنسا، أم أن اسكتلندا ستنجح في رد الاعتبار بعد 28 سنة؟ على الورق المغرب يملك الأفضلية من حيث جودة الأسماء والخبرة الدولية وطريقة اللعب، لكن مباراة كأس العالم لا تعترف بالأسماء فقط، بل تعترف بالعطاء فوق أرضية الميدان. لهذا السبب نتوقع مباراة قوية متوازنة ومليئة بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة. توقع الشخصي: إذا ظهر المنتخب المغربي بنفس المستوى الذي قدمه أمام البرازيل، أو خصوصا في الشوط الأول في المباراة الودية ضد النرويج، وإذا استغل الفرص التي ستتاح له، فأعتقد أن الفوز سيكون قريبا جدا للمغرب. لكن الأمر لن يكون سهلا أبدا، فدائما يجب الحذر. اسكتلندا ستقاتل على كل كرة وستحاول استغلال أي خطأ دفاعي في النهاية، ما يجعل هذه المباراة مميزة ليس فقط أهميته الحالية، بل أيضا تلك الذكريات الجميلة التي تربطها بمونديال فرنسا 1998. مباراة تجمع الماضي بالحاضر وتمنح جيلا جديدا من اللاعبين فرصة كتابة فصل جديد من تاريخ الكرة المغربية. هل نشاهد ليلة تاريخية جديدة؟ هل يقترب أسود الأطلس خطوة أخرى من التأهل، أم تحمل لنا اسكتلندا مفاجأة غير متوقعة؟ شاركنا توقعك لنتيجة المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، وبالتوفيق للمنتخب المغربي والمنتخبات العربية.